الله تعالى وبركاته. اليوم جئناكم ب اليوم جئناكم بطريقة تركيب باقة مود سيارة الإسعاف الجزائرية. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك وضغط زر لايك لنتوصل إلى أكبر عدد من المعجبين. وشكرا. سأقوم بإرسال لكم رابط فيه بدء التنزيل. طبعا الرابط عليكم في فيديو خير إن شاء الله. ستتوفر باقة على منصة ليبرتي سيتي إن شاء الله. نقوم بتثبيت الباقة. نقوم كما لا تنسى استخدام برنامج Open IP. ستجد رابط الوصف. أوكي، نسن المود. أول شيء نقوم بتفعيل الإديت مود، ثم نقر هذه العلامة علامة الصح. أنا مثلا راح كلش أنا هنا ندير انستول انستول انستول. كما تنشئ مجلد المود، فهذا المجلد هو الحل للعبتك لكي لا تضطر إعادة تثبيت اللعبة في حال أن هناك مود لم يشتغل جيدا. أول شيء نذهب إلى مودز. لا، نقوم نذهب إلى update expert system DSS5. نذهب إلى patching criteria DSRPF copy. هنا سأظهر لكم copy to mods folder. أنا لدي mods folder لأني ثبت mods folder من قبل. نضغط XRP label GTI big RPL. هنا نأتي بالمود الباك قصدي. هناك نوعين من الباك: باك حماية مدنية وباك إسعاف عادي. كما رأيتموها في الأول، حماية مدنية لما أظهرها لكم. سنضغط على الفولدر، نسحب جميع الملفات مثل هذا ونحطهم هنا. يبقى هذا الملف الخاص بالإيرادات. سنذهب إلى هنا ثم نوجد الإيرادات باك ديفولت. نقوم بسحب هذا إلى هنا. خلاص انتهينا من تركيب المود، وأراكم في فيديو لاحق.